كنت قاعدة في أوضتي بالليل بقلب في الموبايل زي أي يوم. لا كنت بدور على حاجة ولا كنت منتظرة مفاجآت، لحد ما لقيت فيديو كده لواحد فنان مشهور شوية بيقول جملة غريبة وضحكة مستفزة وكلمة ملخبطة، لكن وقعها عليا كانت زي النار. حتى لو قالها إن هي هزار أو مش مقصودة، لكن الكلمة كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي اسمه بيتقال بأدب ويتقال بخشوع، يتقال بقلب بيتنفض حبا وتعظيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسيت كأن حد شد السجادة من تحت رجلي، وقفت قدام الموبايل وقلبي بيدق. مش غضب، ده غيرة. أيوة، غيرة على اللي علم الدنيا كلها الأدب. قلت لنفسي، هو ازاي قلبه جاله إنه هو يعمل كده أو يقول كده؟ ده حتى لما اتشتم ضحك، ولما اتضرب دعا، ولما اتطرد قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ازاي حد يجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيء ليه؟ ازاي حد يجي النهارده ويهزر ويهين، حتى لو نص كلمة، حتى لو مجرد سوء تعبير؟ رجعت افتكر مين هو النبي اللي بيهزروا باسمه. فاكرة يوم لما زوجة جارنا كانت بتعيط لأنها كسرت طبق والراجل كان هيزعق؟ افتكرت حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما واحدة كسرت طبق أم المؤمنين عائشة، والنبي ضحك وقال غارت أمكم، وجاب طبق تاني بدل اللي اتكسر ببساطة وبصدر رحب. علم الناس كلها إن البيت مش هيتخرب من طبق ولا من غلطة. فاكرة لما بنت عمتي اتخانقت مع جوزها بسبب كلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خيركم خيركم لأهله، وإن الرجولة مش بالقوة، إن الرجولة بحسن الخلق ولسان نظيف وقلب أنضف منه. فاكرة يوم ما جارنا الفقير كان مستحي يطلب مساعدة، والنبي شال بنفسه حمل على ظهره عشان يساعد الناس، وكان يقول المسلم أخو المسلم. ده اللي احنا بندافع عنه، ده اللي احنا بنستهين باسمه، ده اللي خلانا حتى عدونا كانوا يخجلوا من أخلاقه. رجعت أفتكر موقف حصل للنبي صلى الله عليه وسلم للناس لازم تعرفه. في يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم راح للطائف يدعوهم لربنا، عملوا ايه؟ حدفوه بالطوب، جرحوا جسمه، خلوا الدم ينزل من رجله. جبريل نزل وقال له لو عايز نطبق عليهم جبلين دلوقتي يحصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف اللطف، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من